السلام عليكم يا اخوان. فيديو اليوم راح نشوف اشياء رخيصة ولكن غالية، حتى انا بنفسي مش فاهم. راح نشوف مية ب60,000 دولار، يعني زي ما سمعت 60,000 دولار، وراح تنصدم ليش هي غالية هيك. وراح نشوف ايس كريم بالفحم، تطور اسطوري معدل بالانقراض. وكافينا وصف للاشياء، وخلونا نستكشف عالم الفلوس. يا جماعة، هي أغلى سندويشة فلافل بالعالم كله. احذروا وين؟ بلبنان، وحقها بس 14 مليون و840 ألف ليرة اللبناني، أي ما يعادل 400 دولار. فلافل ب400 دولار؟ والله حاسة ب4 دولار. والله حاسك من وجهك انك مرات تكذب، لكن ما نحكموش على الكتاب من غلافه. نكمل الفيديو ونحكم عليه في آخر الفيديو. وسبب ارتفاع سعرها إنه هذا المحل كان يجي عليه كل رئيس دولة بس لحتى ياكلوا من عنده، وبعدين صارت الشركات تعمل رحل من أوروبا وأمريكا للأغنياء فقط. استنى شوي، انتبهت لشيء. البنت كانت طبيعية في المقطع لين وصلت للقطة الأغنياء فقط، وقربت على الكاميرا. بحسها قاعدة تتكبر على البشر، بحسها توصل فيها الرسالة: أنا غنية وأنتم فقراء، وأنا بقدر أشتري فلافل اللي ب400 دولار. فجري تفكيرك أحسن، فكر نفسها هي الغنية فقط. أنا بقدر أشتري 10 فلافل من المحل اللي جنبنا ب4 دولار، ويبقى 396 دولار. خليك ذكي عزيزي المتابع، مو غبي زي هادي صرفت 400 دولار بفلفلة واحدة. ترجمة جوجل ضبطوني يا ودي. أنا إذا أعطيتوني 400 دولار بشتري محل جارنا كله، وشركة يوتيوب كلها، وبشتري تويتر، وبصير أغنى من إيلون ماسك، وبشتري إيلون ماسك وبيعه. بعمل بزنس ناجح ب400 دولار بس. خلونا نكمل المقطع. بس لحتى يجوا لهون ويجربوها، خلونا ندوقها. هتاكلي سندويشة ب 400 دولار؟ إن شاء الله ألف صحة. حقها معي. الرجال اللي قاعد يصور تحسه هو اللي شاري لها الفلافل. إن شاء الله بألف صحة. ضيعتي لي 400 دولار في الهوا. تحس من صوتها إنه معصب من البنت. يا جماعة، هي أغلى مي بالعالم كله، وحقها القنينة بس 60,000 دولار. مية ب60,000 دولار؟ لا لا لا، مية نادرة، شكلها مية من المريخ. ليتس جو، تعالوا نشوفوا ليش هي ب60,000 دولار المية. أنا حاليا موجودة بنص ألمانيا، وسبب ارتفاع سعرها إنه هي المي مسحوبة من بئر بعمق 181 متر شمال ألمانيا، وبعدها تمت تعبئتها بأناني مصنوعة من تحت بركان باليابان. طبعا هالقنينة لأنها كتير غالية وعامة الشعب. عزيزي المتابع ركز معي. سبب ارتفاع سعرها إنها طالعة من بئر في ألمانيا، والسبب الثاني إنها مصنوعة ببلاستيك من بركان في اليابان. واو، مية نادرة. يا أخي إيش أمكم خادعين نص الشعب. زي هي الغبية اللي تقول لي هذا حليب ببيع عليك ب1,000,000 دولار. بتقول لك ليش هو ب1,000,000 دولار؟ قول لها حليب من بقرة مريخية من كوكب المريخ، وبتصدقك لأنها غبية. وجيب بقرة وجيب دهان وخليها زي اللامبورجيني، بقرة هون أحمر هون أخضر لخبطوا معداداتها، وقول لي هاي البقرة اللي حلبت منها الحليب. وتمت الصفقة، تربح 10 مليون دولار، وتخلي المصور يبيع كاميرته ويعتزل السوشيال ميديا، وبهي تكون من مليونيرات العالم. ايزي. وبعدين تطلع بفيديو تقول يا جماعة غيرت محتوى من أغلى الأشياء بالعالم إلى أرخص الأشياء، وتقول يا جماعة اليوم جايب لكم كيلو تمر بنص ريال عند العم خليفة. يلا نشوفوا فيديوهات تانية للغبية ذي. يا جماعة، هي أغلى بوظة بالعالم كله، مصنوعة من الفحم. وات؟ تو تأكدت إنه هي البنت غبية، ممكن تكون من أغبى 10 في العالم، قاعدة تشتري في آيس كريم بالفحم و170 دولار. انتي حتى الحمار أذكى منك. وأنا موجودة حاليا بجنوب أفريقيا، واسمه خشب البلاكود الأفريقي، والكيلو منه ب10,000 دولار. 10,000 دولار؟ الشباب قولوا لي على مي دولة هذا، بدنا نسافر بيزنس. لا تنسوا بدنا نشتري إيلون ماسك وتويتر. أصلا كم سعر تويتر؟ 34 مليار. تمام بنسحب عليه. ونشروا يوتيوب 1,5 مليار. تمام بنسحب على الجميع. ونشروا فلافل. تمام عدنا 10 مليون اللي نصبناهم على الغبية. نحسبوا 10 مليون ناقص ربع دولار. دقيقة يجيب الآلة الحاسبة. 10 مليون ناقص ربع دولار يساوي 9,999,999 و75 سنة. دايم يا جماعة، مخزون فلافل لا نهائي. شو رأيكم نفتح شركة فلافل،
ونبيع فيها فلافل ونسموها فلافل هامش اللذيذة. لكن مو توه، لين نكمل الفيديو يا شباب. والله كمية مسحة مو طبيعية. حق هاي الكاسة بس $177. طبعا الخشب اللي بياخدوا منه هذا الفحم يعد من الأنواع المهددة بالانقراض. بينقرض طبعا زي ما انقرضوا الديناصورات. قبل ما ينقرض لما بجي لعند المحل بخش شخص محترم وما بيدور مشاكل وبقول له ممكن تعطيني واحدة آيس كريم خشب بس نجرب طعمه، جاي من دولة بعيدة علشان أتذوق طعمه، ولكن فلوسي تموا في تذكرة الطيارة. بخش يوتيوب وأخش فيديوهات كيف أقنع شخص بما أريد، وبعد ما احترفت فن الإقناع بمشي وطبقه على مدير المطعم وباخذ الآيس كريم وبحطه في ثلاجة وارميها في البحر، وأحط خريطة وأدفنها في الشاطئ وبكتب عليها، وبكتب في الخريطة يا عزيزي الإنسان لقد وجدت خريطة لكنز آيس كريم الخشب. وبيأخذ الولد الصغير شق بيرميها، ويلقاه أخوه الصغير وبياكل الخريطة. وبهيك حافظت على العالم وخسرت ثلاجة ب$90 ونقص $90 من 10 مليون خسارة. وبيصنعوا منه أغلى أنواع الآلات الموسيقية. آلات موسيقية يعني الحمد لله إني رميت الآيس كريم في الثلاجة ورميتها في البحر، والولد أكل الخريطة. كان ما صار هيك بيغني الآيس كريم في بطونكم. والله بديت نمزح صح، أخذكم مزح شوي. ويلا نشوفوا فيديو تاني للغبية. يا جماعة هي من أغلى 5 فواكه بالعالم. يا جماعة هاي من أغبى 10 بنات في العالم. اسمها فاكهة الفضاء دراغون بولز. دراغون بولز ولا دراغون بول، فاكهة من كوكب نيبتون. قلت لكم تشري أي حاجة غالية. كم السعر ترى؟ حق الوحدة منها بس $365. تستاهل سعرها، المفروض $1,000,000 أحسن، بتكون مرة لذيذة. ترى نشوفوا كانت تتاكل مرات يشوها ولا يشربوها ولا تتاكل عادي. تعالوا تشوفوا. تطلع مرة واحدة بالسنة، يعني كل يوم $1. شكلهم مشان هيك مسعرينها بهذا السعر. وأنا حاليا موجودة بالجزر الاستوائية بمدغشقر، وبرا المنظر بحر وغابات وأنهار شي بياخد العقل. وبيطلعوا الصيادين مع الفلاحين قد يكون الفاكهة وفوتينا من مدغشقر وفلاحين وكل حاجة لحتى يجيبوا هالفواكه، بياخذوها على هذا المتجر وبيبيعوها لعامة الشعب. خلونا ندوقها. على قلب صحة $365. عقلبك اوه يا ويلي. حقنا. يعني برأيي الشخصي مرات بتطلع الفاكهة لذيذة، ولكن الصراحة منظرها ما بيشهي. يا جماعة هي أغلى مدلوقة بالعالم كله. حق هذا الصحن بس $1,730. وأنا حاليا موجودة بنص فلسطين وبشارع الزهراء تحديدا. وسبب ارتفاع سعرها إنه هاي القشطة بيستخرجوها من الأبقار الهولندية المدللة بالأعشاب الطبيعية. والله خادعين الشعب. يعني لو يدللوا بقرة بيصير لحمة سعرها $1,700. يعني كيف مدللين؟ يعني بيعطوهم مشروبات ريد بول ويشغلوا لهم مكيفات وتلفزيون ويشاهدوا مسلسلات وأفلام وإنترنت مجاني مدى الحياة لين يذبحوهم. حياة رفاهية. وهذا الفستق المرشوش عليها بجمعوه حبة حبة وبشرحوه بآلات خاصة وخطيرة جدا، لهيك ممكن كل 10 حبات يموت عامل بسببها. حبة حبة. الموظفين مدللين أكتر من البقر. وبعد ما يتم شحن هذا الفستق بشاحنات مبردة بيوزعوه لكافة محلات المدلوقة. عشنا وشفنا. إيه وحتى أنا عشت وشفت، ولكن ما شفت إنسانة أغبى منك. غبي يا بكل، تصرف فلوس على أي حاجة. على فكرة أنا مالي دافع حقها، بس بحب ورجيكم أغلى الشغلات بالعالم. عارف من البداية إنك محترفة في فن الإقناع. شفتي فيديوهات أكتر مني وطبقتيها على كل المحلات، وطبعا بيحطوك لأنك كنت سهل عليك. إحنا يقولوا لنا ليش أنتم رجال كبار وطوال تخدموا وجيبوا فلوس جني نحن نعطوكم ونوريك كم جزء صغير من المقطع اللي جاي. طبعا المقطع اللي جاي على جزائري يتمسخر على الأمريكيين. This like $10. This $10. $10? Yes. This is Like, $10. عملة تاعنا طالعة بزاف. You know this is small but his big price. This is $100. This is 2,000? $2,000. And how many things you can buy? I can buy car,
of this. Car? Yes, What kind of car? this Bugatti or Ferrari. قال لك يشري ب200,000 بوغاتي وفيراري. سبحان الله. طبعا هذا جزء صغير من المقطع اللي جاء، وكملنا حلقة اليوم، وإن شاء الله تعجبكم، ونقول لكم عشتوا وشفتوا ما شفتوا متابعين أحلامكم.